انا قلت ان انا بحبك؟ لا. انت قلت ان انت بتحبيني؟ لا. انا راح ارتبط بحد تاني؟ لا. انت ارتبطت بحد تاني؟ لا. بس انا وانت نرتبط؟ لا 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 لا. عارفه يا بسمه لما نبقى قريبين قوي وفجاه نلاقي نفسنا بعيد بعيد خالص. يعني نكون بنتكلم ال 24 ساعه، عامله ايه، بتعملي ايه، لابسه ايه، طب انا وانت ايه، صحاب. يا ريتها تيجي على الصحوبيه وبس. سمعتي عن الراجل الخواف؟ خواف؟ fear of commitment يعني. ايوه هو بعينه. عرفت اهله وعرف اهلي، عرفت صحابه وعرف صحابي، عرفت الكيمياء ما بيني وما بينه وهو عارف الكيمياء ما بيني وما بينه. ناخد خطوه؟ لا يا ابني ناخد خطوه. لا. طب واصحابي واصحابك واهلي واهلك، طب والعيديه اللي ما بيننا؟ لا لا بصراحه كده انا خايفه اقول لك يعني، بس انا عندي fear of commitment. طب يلا بينا بقى نرجع لنقطه الصفر تاني. ثانيه واحده، ايه في ايه؟ انا بشبه عليكي، انت فيكي شبه من الاكس بتاعتي، احنا لازم نرتبط. ده بقى الراجل اللي بيمشي يدور على الاكس بتاعته في كل بنت، ولو لقى اختلاف واحد بس بينك وبينها هيقولك باي باي عبيطه. فنقوم راجعين لنقطه الصفر تاني. في بقى الراجل السوسه ده اللي هو السوسه، عارفين، هو يقعد يتدحلف كده لحد ما يتمكن من اللي قدامه. احنا كده وصلنا للبروبوزل. ومن هنا بقى شخصيته الحقيقيه بتبان على طول. هي مش شرط ان الشخص التوكسيك يبان في الاول، يعني ممكن يبان بعد البروبوزل. اول ما تقولي موافقه نبدا بقى التهزيق، استني امان، والشتيمه، استني امان، والضرب. يا امان استني، دي مش كده. كل قله الادب بقى اللي انتوا عارفينها. فنقوم راجعين لنقطه الصفر تاني. انا بقى بالنسبه لي اكتر شخص توكسيك هو اللي حرفيا كل ما هتنزلي ستوريز مع واحده صاحبتك هيخش يبعت لها فولو. انت لو دخلتي الفولوينج ليست عنده هتلاقيهم كلهم بنات. هو عنده تارجت، لازم يحقق عدد بنات معين خلال اسبوع. ولما تيجي تساليه طب انت ليه عملت لها فولو، دي صاحبتي، فهو يرد يقول لك اديكي قلت اهو صاحبتك، بعمل نشاط اجتماعي. ولو في بقى شخص توكسيك احنا ما قلناهوش اكتبوا لنا في الكومنتات.